طيب نروح للمرحلة اللي بعد كده وهي القراءة. لو أنا عاوز أقرأ كلمة أو جملة أو قطعة، إيه اللي المفروض أعمله؟ خلينا نقول إن الكلمات عندنا بتنقسم لمقاطع. المقاطع بدورها عشان أنطقها صح. كل مقطع بيكون متقسم من حروف، سواء او من حرف، سواء حرف ساكن او حرف متحرك، وهي الاغلبيه يعني. ولازم اعرف قواعد النطق عشان اقدر انطق الحرف ده. يعني انا خدت الالفابيتو، خدت الحروف، عرفت نطقها، عرفت قواعد النطق. هبدا باستخدام قواعد النطق واستخدام الحروف يظهر معايا المقطع. تمام. فابدا ان انا احط الحرف الساكن على الحرف المتحرك ده، يديني مقطع. لو نطقت المقطع ده بشكل سليم، هنطق الكلمة بشكل سليم، هنطق الجملة بشكل سليم، هنطق الفقرة بشكل سليم طبعا. فخلينا نشوف مثلا جملة قدامنا. لو جينا هنا هنلاقي تيستي in italiano da leggere con domande di comprensione del testo. كده انا بقرأ كلمات. طيب خلينا ناخدها كده الاول واحدة واحدة. احنا اتفقنا ان عشان انطق صح محتاج ان انا اكون عارف حروف، محتاج ان انا اكون عارف قواعد النطق، محتاج اكون عارف نطق المقطع صح. اي كلمة عشان انطقها يكفيني ان انا اقسمها كمقاطع. حرف ساكن وحرف متحرك هو الاغلبية. تمام. طيب انا لو عندي حرفين ساكنين ورا بعض هنعمل ايه؟ هنعمل الآتي: الحرف الساكن هنقسمه نصين. ازاي؟ يعني انا عندي مثلا تيستي فيها الاس والتي ساكنين ورا بعض، واحد هيروح مع الاولاني والتاني يكمل معايا في المقطع التاني. يبقى تيست تي، تيست تي ان ايتا ليا نو دا. هنا دوبيا جي حرفين ساكنين، يبقى واحد يكمل والتاني يقف. ليد جيرا كون دو مان، حرفين ساكنين اهو، بقف عند واحد والمقطع او الحرف الساكن التاني هيكمل معايا في المقطع التاني. دي دو مان دي دي كوم برين سيو ني. صح كده؟ ديل تيستو avete sempre desiderato. desiderato. فأنا كلمة طويلة مثلا، صفة فعل طويل شفته قدامي، هقسمه مقطع مقطع، أقسمه نصين، أرجع أقرأه في المرة الثالثة كامل. يبقى كده أنا هنطقه إن شاء الله بشكل سليم. imparare imparare l'italiano, l'italiano e finalmente avete trovato del tempo per mettervi alla prova con un corso di lingua. يبقى انا كده ايه؟ اول مرحله انا مشيت فيها بامتياز، نطقت كل كلمه او نطقت كل مقطع بشكل صح. ارجع اقرا باقي كلمات. testi in italiano da leggere con domande di comprensione del testo. نطقت كلمات. المرحله الثالثه بقى والمره الثالثه هقرا فيها جمله بقى. testi in italiano da leggere con domande di comprensione del testo. Avete sempre desiderato imparare italiano e finalmente avete trovato del tempo per mettervi alla prova con un corso di lingua. يبقى انا كده ايه؟ هي واحده واحده امشي بالمراحل. طبيعي في البدايه انا التركيز بتاعي بيكون على اول مرحله وهي مرحله قراءه الحروف، وقراءه قواعد النطق صح، وقراءه المقطع بدوره صح. كل مره هلاقي نفسي ان انا بنتقل للمرحله اللي بعدها والدنيا ماشيه معايا بشكل كويس جدا.